السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وسعادة وهنا. طبعا في كذا سؤال جالي، انا كنت عايز اجاوب عليهم من بدري بس والله غصب عني. وعايز يا جماعة بالله عليكم قبل ما نبدأ الفيديو تدعولي بالشفاء، لان انا فعلا الفترة دي اللي فاتت والفترة دي تعبان جدا ربنا سبحانه وتعالى يشفي كل مريض. محدش يقول حاجة بتوجعني لأن فعلا شر المرض مش حلو. ربنا يشفي كل مريض إن شاء الله. استسمحكم الدعاء ليا، ربنا يتقبله منكم إن شاء الله. طيب، طبعا موضوع الخلايا الجذعية والكلام ده كله أنا ما بأمنش بيه. ما بأمنش غير بحاجة واحدة: زراعة الشعر الطبيعي بالاكتطاف، اللي هو ايه؟ تقنية السفير اللي كلنا عارفينه، اللي هو هناخد من ورا من هنا نزرع قدام زي ما حضراتكم عارفين وشايفين. ده اللي بيجيب نتائج كويسة وده اللي احنا عارفينه. وفي مثل مصري من زمان بيقولك اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. ده رأيي الشخصي، وده يعني هيبقى معانا دايما. ان انا هزرع، يبقى انا هزرع بالطريقة المعروفة، تقنية سفير اللي كلنا عارفينها. طيب، بتفرق في ايه بقى عملية ناجحة وعملية مش ناجحة؟ بتفرق في ايه؟ بتفرق في التقنية والنظافة بتاعة التيم، والتيم المتميز المعروف. دي اللي بتفرق فيها. حاجة تانية لا. واخد بالك اللي هو ايه؟ اللي انا عارفه، التيم اللي انا عارفه والتيم اللي انا واثق فيه، ده اللي هيشتغل معايا. وعايز اقول لكم على حاجة يا جماعة: مش بكتر المراكز ولا باسم المراكز، مش باسم المراكز. يعني انا ان شاء الله باذن الله هنزل لكم الحلقات اللي جايه، هوريكم ازاي انا بحلق، هوريكم ازاي انا بعمل استشوار، هوريكم ازاي بعمل شعر كيرلي، بعمله مفرود، بعمله معدول. الكلام ده كله هوريهولكم قدام عينيكم عشان تبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. تمام. انما انا يجي حد يقول لي: يا احمد اصل انا زرعت مش عارف، عايز اعرف ايه خلايا. ما تخش في مواويل انت ما تعرفهاش، ما تخش في حاجة انت ما تعرفهاش. خليك في الطبيعي اللي احنا كلنا عارفينه. تمام. خليك في الحاجة المضمونة اللي احنا كلنا عارفينه، اللي هو زراعة الشعر الطبيعي بتقنية سفير بالاكتطاف. الأجهزة اللي احنا عارفينها. خلي بالك ممكن حد يقولك ده في حاجة جديدة طلعت، ده في مش عارف ايه، في اجهزة جديدة طلعت واجهزة راحت واجهزة جت والكلام ده كله. انا والله انا ما برجحوش، انا برجح الحاجة اللي احنا كلنا عارفينها. انا بكلمكم بمنتهى الصدق ومنتهى الصراحة. النهاردة 11، النهاردة تقريبا 11 اكتوبر 2023. وبقول لكم برضو يا جماعة ما تصدقوش اي تقنية جديدة طلعت غير التقنية اللي احنا عارفينها، ان هي تقنية الشعر، الاكتطاف الشعر من ورا. تمام. واحط قدام وابقى ضامن وهبقى الدنيا مظبوطة معايا والدنيا حلوة معايا. انا دي اللي ضامنها ودي اللي هقدر اساعدك فيها ودي اللي انا ان شاء الله باذن الله، لو ربنا سبحانه وتعالى قدر لي ان انا اساعدك في حاجة، هساعدك في التقنية دي. مش هساعدك في خلايا جذعية، مش هساعدك في، اصل في دلوقتي ناس تقول لك في شعر صناعي بيركب. تمام. اللي هو ازاي؟ اللي هو اجيب شعر من حد تاني اركبه خصل. ده اوعى ابعد عنه نهائي نهائي نهائي، لان ده لا يصلح. بعد كده هتندم عليه وبعد كده بيجيب سرطانات والكلام ده كله. بجد بجد ما حدش يا جماعة يضحك عليه. ارجوكم ما حدش يضحك عليه، ولا خلايا جذعية ولا شعر مصنوع اللي هو يركبهولك من حد تاني والكلام ده كله. اعضاء جسمك مش هتقبل حاجة غريبة. اصل الجسم ده يا جماعة ليه حقوق علينا. تمام. انا مش هجيب حاجة من جسم تاني، تمام، واروح اركبها في جسمي. مش هيقبلها، يعني مش من جسمي. تمام. زي مثلا هقول لكم، هضرب لكم مثلا لا قدر الله الناس اللي بتزرع كبد وكلى.
لازم يتعمل عليها فحوصات فصيلة دم ومطابقة، تبقى مطابقة للجسم دوت، عشان هتدخل في جسم يعتبر بالنسبة لها غريب، وبتقعد 3 شهور تدرسه. فاهمين؟ فهم مش بيعملوا كل ده، هم اهم حاجة عندهم السبوبة والمبلغ والكلام ده كله. محدش يقول لك الكلام ده، والله والله ما حد هيقول لك غيري، لان انا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى. بخاف اوجه حد غلط، بخاف اطلع اقول عشان قرشين لا تعالى يا باشا نزرع نعمل خلايا جذعية. تعالى يا باشا اللهم صل على النبي نروح نركب شعر مصنوع. الكلام ده كله واقفش انا قرشين. هروح من رب الكون فين؟ هروح من ربنا فين؟ ده احنا كلنا رايحين. حرام، الكلام ده حرام. صدقوني والله العظيم 3 ما فيه غير الصح، لا يصح الا الصحيح. تمام. وبالنسبة للعملية ان شاء الله باذن الله اوفر لك تيم محترم محترم يشتغل معاك باذن الله، ويبقى ايه، يبقى معاك دايما قبل العمليه وبعد العمليه. وانت لو انت شايف ان في مراكز، او انت شايف ان في تيم افضل، طبعا روح تعال اسالني، انا هساعدك في كل حاجه. انا معاك واخوك والله العظيم. واستاذن يا جماعه كل اللي بيتفرج عليا يعمل متابعه، عشان خاطر كده الدنيا تبقى حلوه، والواحد نفسه يتفتح على الفيديوهات تاني، ونرجع نعمل فيديوهات تاني ونفيدكم ان شاء الله باذن الله. متخليش حد يضحك عليك، متخليش حد يضحك عليك. آه ولا خلايا جذعية تنفع، ولا شعر صناعي ينفع، ولا شبكية. الناس اللي بتروح تدفع 5 6 آلاف جنيه في شبكية، خلي بالكم الشبكية دي لها أضرار فيما بعد على المدى البعيد. خلوا بالكم الشبكية ليها أضرار على المدى البعيد. يا جدعان، يا جدعان والنبي، عشان في ناس كتير بيضحك عليها. يلا اشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله، واللي شوف اللي انتوا عايزين اتكلم في ايه وانا اتكلم فيه. الموضوع ده عامل زي البحر، بيخلص خالص يعني ان شاء الله. السلام عليكم.